عمرك لاحظت حاجة غريبة؟ تمسك الموبايل، تفتح تطبيق، تقفله، وبعد دقيقة تفتحه تاني. والأغرب من كده إنك ساعات مش عارف إنت فتحته ليه أصلاً. هل ده ملل؟ ولا عادة؟ ولا في حاجة بتحصل جوه دماغك من غير ما تاخد بالك؟ الحقيقة إن دماغ الإنسان بيشتغل بطريقة أذكى بكتير مما إحنا متخيلين. كل مرة بتفتح فيها الموبايل، دماغك بيفرز مادة صغيرة اسمها الدوبامين. الدوبامين ده هو هرمون المكافأة، نفس المادة اللي بتحس بيها لما تنجح أو تسمع خبر حلو أو حد يمدحك. لكن هنا المشكلة، التطبيقات اكتشفت حاجة مهمة جداً. اكتشفت إنها تقدر تخلي دماغك يفرز الدوبامين بضغطة زر، إشعار جديد، لايك، رسالة، فيديو غريب. وهنا تبدأ الخدعة، لأن التطبيقات مش بتديك المكافأة كل مرة. أحياناً تفتح الموبايل وتلاقي حاجة ممتعة، وأحياناً ولا حاجة. لكن دماغك يقول طب يمكن المرة الجاية يكون في حاجة. وده بالظبط نفس المبدأ اللي بتشتغل بيه ماكينات القمار، مكافأة غير متوقعة. فتحاول مرة تانية، وبعدها مرة تالتة، وبعدها مرة رابعة، وفجأة تلاقي نفسك بقالك ساعة بتتفرج على فيديوهات وانت أصلاً مسكت الموبايل دقيقة بس. لكن الموضوع موقفش هنا. دلوقتي دخل لاعب جديد في اللعبة، الذكاء الاصطناعي. الخوارزميات بقت تراقبك، تعرف ايه اللي بيعجبك وايه اللي يخليك تزهق، وامتى تقرر تقفل الموبايل، وبعد كده تديك المحتوى في اللحظة اللي ما تقدرش تقاومها. وعشان كده بتفتح فيديو واحد، وبعده فيديو تاني، وبعده فيديو تالت، وفجأة الوقت عدى. المشكلة مش في الموبايل، المشكلة إن التطبيقات دي اتصممت بعناية. علماء نفس، مهندسين، ومبرمجين، كل هدفهم إنك تفضل فاتح التطبيق أطول وقت ممكن. عشان كده في المرة الجاية لما تفتح الموبايل من غير سبب، اسأل نفسك سؤال واحد: هل أنا اللي بستخدم الموبايل، ولا الموبايل هو اللي بيستخدمني؟